سلام عليكم. عارفين يعني ايه الطيبة الزايدة؟ هي دي اللي احنا عايشين مع عيالنا فيها كل يوم، وهم مش حاسين باللي احنا بنعمله معاهم. فاحنا عايزين الاول نبقى طيبين، بس مش لدرجة الطيبة الزايدة. الطيبة الزايدة دي بتقلب علينا احنا في الاخر. احنا عايزين نعودهم ان ما يتدلعوش، واي حاجة في ايديهم يحافظوا عليها، واللي انا بعمله كمان يحافظوا عليه، علشان انا ما عملتهوش بالسهل، ولا هم حاسين بيا، ولا حتى شايفيني. فلازم ان انا اعودهم من الاول ان هم يتعبوا ويشقوا معايا، على الاقل يشيلوا حاجتهم اللي بهدلوها. وده طبعا نوع من انواع النظافة والنظام، مش مجرد طيبة بس مني، لا ده لازم يكون في احترام للي انا عملته معاهم. حلو ان انا بعمل كل حاجة بايدي، بس طبعا اللي احلى ان هما ما بيهدلوش الحاجة اللي انا عملتها، علشان حتى يحسوا بالاحترام، ويحسوا ان انا تعبانة معاهم، وما ينفعش اللي انا عملته هما يبهدلوه. فاحنا نكون طيبين، بس بلاش طيبة زايدة فعلا. هي دي اللي بتخليهم يطمعوا فينا، وبيخليهم ان هما شايفين ان احنا مسؤولين عنهم مسؤولية كاملة، وهم مش مسؤولين عن حاجة خالص. فاحنا لازم نعودهم ان هما يوضبوا معانا. طب نفرض ان الحاجة تقيلة عليهم، خلاص ما توسخهاش، اقعدوا ويجروا وتنططوا فيها، بس على الاقل وانتوا قايمين من مكانكم تكون كل حاجة رايقة. علشان كده بقولكوا بلاش فعلا الطيبة الزايدة معاهم، علشان هما بيتعودوا على كده. وياريت نعلمهم النظافة والنظام من هما صغيرين، علشان يطلعوا ويكبروا يبقوا أحسن من كده بكتير، ومحدش في يوم من الأيام يقول إن هما متدلعين. احنا مش عايزينهم يتدلعوا لدرجة عدم النظافة أو عدم النظام. احنا عايزينهم يتدلعوا بس كده حوالينا ويجروا ويتنططوا، لكن الدلع في النظافة والنظام ملوش علاقة خالص بالدلع. احنا دلوقتي هنلغي خالص من حياتنا الطيبة الزايدة، هنخليها طيبة بس من غير طيبة زايدة. على فكرة أنا عمالة أوضب في الأوضة دي أكتر من كام ساعة، لما حتى النهار راح وأنا عمالة وشغالة فيها، وهم ولا هم حاسين بأي حاجة. علشان كده لازم إن هم يشاركونا، علشان حتى يحسوا بالمجهود اللي احنا بنعمله وما يبهدلوهاش. ولو لاحظنا احنا اللي احنا عاملينه في الأوضة، حاطين لهم كل الإمكانيات بتاعتهم. طب انتوا عاوزين ايه تاني؟ كل حاجة عندكم نحترمها، وكمان نحافظ عليها، ولازم نعرفهم ان في ناس كتير ما عندهاش اللي عندنا. فنحمد ربنا ان كل ده موجود في حياتنا، فلازم نحافظ عليه، علشان ربنا يزيدنا وربنا يبارك لنا فيه. ولازم ان هما زي ما قلنا يشوفونا ويشوفوا تعبنا، علشان يحسوا بينا، وعلشان هما كمان يحافظوا على النعمة اللي في ايديهم. ونبهتهم ان هم طول ما هم شايفينها نضيفة بالمنظر ده، وشايفين تعبي وعملتها لهم التنظيف العميق كمان، يبقى الاسبوع ده كله بتاعتهم هم وبس. انا ما ادخلهاش نهائي، وعايزة زي ما سلمتها لهم استلمها الاسبوع اللي جاي على نظافة كده، علشان ابتدي ارتبها لهم من جديد، بس على بسيط، لان انا تعبت طبعا فيها. وندعي لهم دايما ان ربنا يبارك لنا فيهم، ويبارك لهم كمان في حاجتهم. وعايزة اقول لكم لما نيجي نساوي الشقة او نساوي الأوضة او نساوي اي حاجة حوالينا، لازم نبدأ من الأدراج الاول او من الدواليب، وبعدين نبتدي نسويها، علشان تبقى كلها رايقة، ومش على وش بس، ده كمان من جوه. وربنا يجعل ايامكم كلها هنا وسعادة.